يا صباح الخير او يا مساء الخير على حسب ما تشوفوا الفيديو. النهارده هشارككم فيديو جديد. اول حاجه طلعت اللبن عشان اخد من عليه القشطه وعشان اعمل النسكافيه بتاعي. بس النهارده مش هعمل النسكافيه، انا هعمل شاي بلبن. اول ما صحيت كده حبيت ان انا اشرب شاي بلبن، وكان عندي قرص. مامتي حبيبتي ربنا يخليها لي كانت عاملاها، فحبيت ان انا اشرب النهارده شاي بلبن وافطر قرص. كنت عملت ان انا يعني جربت ان انا مغليش اللبن قبلها بيوم، زي ما انتوا عارفين ان انا بحب اعمل اللبن قبلها بيوم عشان القشطه بتاعته اخد وش القشطه بتاعته. المهم الحركه دي مش هعملها تاني، لان لقيتها يعني ان هي ايه، ما بتجيبليش قشطه كتير زي ما بغليه قبلها بيوم. فزي ما انتوا شايفين، انتوا لو تاخدوا بالكم ان انا ما طلعتش قشطه يعني وكده. فحطيت بقى اللبن يغلي، كنت حطاه في حله ومش مغلي في التلاجة قبلها بيوم، على اساس هعمل قشطه كده اشوف القشطه بتاعته ايه من غير الغليان، هيبقى عامل ازاي. كنت متوقعه ان هو ايه، القشطه بتاعته هو طلع قشطه بس خفيفه جدا، غير طبعا لما بيتغلي بيطلع القشطه بتاعته كتير. المهم ايه، عملت بقى شاي باللبن بتاعي، وهقعد بقى ايه افطر. قرص مامتي يا جماعه حلوه قوي قوي قوي، من احلى القرص اللي باكلها في حياتي. هو مش احلى، هو احلى حاجه بتعملها يعني احلى حاجه، احلى واحده بدوق منها القرص هي مامتي، غير كده الصراحه لا. المهم بدات الروتين بتاعي. طبعا الغسيل اللي ما بيخلص خالص. فعلقت عليه دورة وكده، وعقبال ما علقت عليه بدأت اعمل ايه، هعصر عصير طبيعي كده، برتقال البنوتي، عشان تشرب يعني برتقال وكده، يعني مفيد جدا. ده برتقال سكري، انا بحب البرتقال السكري جدا. فحبيت ان انا اعصره يعني ليها. المهم انتوا عاملين ايه واخباركم، والدعاء لاهل فلسطين ما ننساهمش يا جماعه، ربنا ينصرهم على ما يعادهم، امين يا رب. انا كنت هقول لكم ايه، انا نسيت والله، كنت في حاجه مهمه في دماغي هقولها ونسيت خالص. المهم هنتكلم مع بعض لحد اما ايه ما افتكر ايه اللي انا كنت هقوله اصلا. انا طبعا دلوقتي بسجل لكم الفيديو بعد اما عملت مج النسكافيه بتاعي وقاعده في الليفل على رواقه يعني. المهم التفاعل يا جماعه، بعد اذنكم لو وصلتوا لحد هنا ادوني لايك يا جماعه. في يا جماعه مشكله انا قلتها لكم قبل كده على فكره في فيديو، ان انا بعد ما اتجوزت بقيت مصدومه يعني مصدومه ايه من موضوع الغسيل. بجد الغسيل ده يعني ما بيخلصش، والله العظيم ما بيخلص. انا يعني عقبال ما انشر يكون يعني احط غسيل يتغسل، وعقبال ما يتغسل ده يكون في غسيل تاني، وانشر يكون الغسيل ده خلص، واشيل من ده واحط ده واطبق هنا واحط هنا ياه، بجد دايره بجد. انا على فكره قبل ما اتجوز كانت مامتي هي اللي شايله الموضوع ده، موضوع الغسيل، مع اننا كنا بنعمل كل حاجه ليها يعني، بس حقيقي موضوع الغسيل هي اللي كانت شايلاه علينا. احنا ممكن احيانا كنا ننشر ليها، نلم لها الغسيل، دايما كنا نلم احنا الغسيل او ونطبقه، بس دايما هي اللي كانت مسؤولة عن ان هي تغسل، و80% كانت هي تنشر. بس ما كناش بنحس بموضوع الغسيل ده اطلاقا. انا ما حسيتش بيه الا بعد ما اتجوزت. الغسيل ما بيخلصش، والله العظيم الغسيل ما بيخلصش. حتى لو تلاحظوا ان انا كل فيديو لازم حشرة موضوع الغسيل ده معانا. معلش على الازعاج اللي جنبي. بعيد اهو، بعيد اهو، جايبالي القلم وعماله تخبط في الجزء اللي جنبي، مش عارفه اركز منها. المهم بقول لكم على موضوع الغسيل. لو تلاحظوا ان كل فيديو حاطه لكم الغسيل في كل فيديو، لان بجد ده يعني ده حاجه اساسيه في الروتين بتاعي، يعني الغسيل لازم يعني. بصوا انا اول ما بصحى
اول حاجه بتشجعني بجد يا جماعه، اول حاجه بتشجعني ان انا اخد دورة غسيل واحطها في الغسالة، وبظبط تايمر الغسالة. يعني انا الغسالة عندي بعملها على 60 درجة. بتعمل كام؟ بتعمل ساعة ونص، ساعة ونص تقريبا، ساعة ونص او ساعتين الا 10. في خلال الساعتين ال10 ده بقول انا هعمل مثلا الشقة، او هشوف انا هعمل قد ايه، او مثلا الريسبشن بالمطبخ هخلصه خالص بكنيس بمسيح. يعني هو بيشجعني في الحاجه دي، في الموضوع ده بجد. فانا عامله ان الغسيل ده حاجه اساسيه في الروتين بتاعي. فلو حد هيتكلم بقى ان انا بحط الغسيل كل فيديو، ف فمعلش يا جماعه، هو ده في قلب الروتين، ده في قلب المنيو بتاعي. المهم كنت يعني كنت هنا دخلت على المطبخ، تمام. انا بكلمكم في غسيل بيتغسل، في غسيل محتاج يتشال من على الحبال ويتطبق، ماشي. فدخلت المطبخ الاول. انا بحب امسك يعني الريسبشن حاجه كده. يعني الريسبشن الاول، بعدين ادخل على المطبخ، وبعدين ادخل على الاوض جوه، يعني واحده واحده كده. وعلى فكره انا دايما ببتدي بالاولويه، لان مثلا ممكن او احيانا الوقت ما بيقضينيش. يعني احيانا الوقت ما بيقضينيش، فانا بشوف ايه اللي محتاج يتعمل، الاهم في المهم. وعلى فكره دايما يعملوا كده، الاهم في المهم. في المهم الاهم في المهم جدا، في المهم في اللي هو بقى ايه الطبيعي. هنا كنت خلصت بقى ايه المواعين وبنضف الحوض. هنا يا جماعه كان البلوزه بتاعت بنتي كانت دلقه عليه، يعني كانت مبقعه. كانت مدلوق عليه الشاي، الحمد لله. يعني هو كان الشاي يعني اصلا بارد، سهيت عنها يعني، ويعني ما كانش خطر عليها وكده، هو كان بارد خالص. فدلقته فانا غسلت البلوزه، بس طلعت مكان الشاي مصفر. فانا جربت بقى اللي هي ايه، الصابونه العاديه القديمه دي. فانا جربت ان انا اعملها، انا كنت مجرباها معاكم قبل كده، وبقول لكم ان انا حاسه ان هي شالت البقعه. فقلت لكم انا مش متاكده قوي، فانا هجرب في حاجه ثانيه. فانا جربت في البلوزه دي، هتشوف هتشيل البقعه دي ولا لا. هنا بقى ايه، كنت بكوي في قميص، كنت بكويه لزوجي عشان كان خارج. وهنا كان خلاص بقى ايه الدوره الثانيه ايه. كان في الدوره دي خلصتها، شلت اللي فيها، وهحط بدلها، يعني هحط غيرها. انتوا متخيلين؟ ولسه يعني ما عنديش الا طفله واحده يا جماعه، هي طفله واحده، ربنا يخليها لي يا رب ويرزقنا جميعا. هنا بقى ايه، يعني كنت بشوف ناس بتطبق الغسيل على الحبل، وهم بيلموه بيطبقوه بالمره. فانا جربت اعمل الفكره دي، اول مره اعملها. فانا قلت ايه اما اجرب اعمل الموضوع ده. بس الصراحه يعني اللي هي حاساها متعبه مهلكه وانا واقفه، ان انا اعمل الغسيل ده كله مهلكه وانا واقفه. وقلت بقى ايه، هحطهم في الطبق وهروح ايه احطهم، ارصهم على طول. صدقوني انا حطيتهم في الطبق وما رصيتهمش لدلوقتي، مركونين مستنيني ارصهم. بس انا لما المهم على طول في الطبق بسرعه بسرعه، وانا قاعده بتفرج على التلفزيون او بتفرج حاجه على الموبايل، وانا سرحانه كده في الموبايل او في التلفزيون، بطبق وبروح اعمل واخلص. فانا بالنسبه لي لا، الم وبعدين اطبق وانا قاعده على براحتي. على فكره دايما يعني ايه الغسيل ممكن اعمله ايه، ممكن اروق الشقه كلها وما اطبقش الغسيل الا مثلا على بالليل بقى، وانا قاعده كده في روقان قدام التلفزيون، اطبق اتسلى فيه يعني وكده. فانا مش هعمل الحركه دي تاني يا جماعه، اول مره واخر مره. ممكن تنفع مع ناس، يعني ممكن تنفع مع ناس، بس انا بالنسبه لي لا. هنا بقى كان كنت طلعت دورة الغسيل نشرتها. ولسه في برضو حاجة برضو دورة محتاجة ان هي تتنشر. انا والله مش بشيلكوا الهم خالص، بس هل انتوا زيي برضو؟ اكيد انتوا زيي، اكيد يعني انتوا زيي، كلنا زي بعض يا جماعة. المهم بقى كنت خلصت وقلت اروق على نفسي بكوبايه شاي وقرصه. انا مغرمه بالقرص دي اليومين دول. ودخلت هنا كنت بعمل الغدا، كنت بعمل فراخ مشويه على الجريل وكبسه
وده يا جماعة كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يكون عجبكم. واشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.